السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة انا جايه لكم كده باختراع كلنا بنحتاجه، يعني اللي هو زي ما احنا شايفين حامل الموبايل زي ما انتوا شايفين كده. كلنا بنحتاجه طبعا لكل اصحاب القنوات، او عاوزة تحط الموبايل في البيت بتتفرجي على حاجة، او تحط الموبايل لو اولادك بيذاكروا عليه. فده حامل من البيت بطريقه سهله وبسيطه، وحاجات موجوده عندنا في البيت وبسعر قليل جدا. على بقى ما تبقي تجيبي الحامل الاصلي او ظروفك مش سامحه تجيبي. المهم زي ما احنا شايفين معايا هنا عصايه السيلفي اللي كلنا عارفينها اهي، اللي هي العصايه العاديه اللي بنشتريها، اللي هي بسعر رخيص حوالي 15 جنيه او 20 جنيه. ومعايا هنا علبه فاضيه زي ما انتوا شايفين، اللي هي علبه بقى سمنه فاضيه، او علبه لبن اللي هو بتاع الاطفال الفاضيه كده. المهم اي حاجه يعني موجوده عندك في البيت هتستخدميها، اللي هي علبه. ومعايا هنا الاسمنت ده، بتجيبي شويه اسمنت وبتعملوهم بالميه، بتعجنوهم في بعض كده، وبتفضيهم في علبه اللبن دي او علبه السمنه الفاضيه، اي علبه موجوده. يستحسن تكون معدن، يعني بلاش بلاستيك عشان تعيش معاكي فتره طويله. بتحط عجينة الاسمنت دي في العلبة من جوه، وبتسيبيها لحد ما بتقرب تنشف، يعني بتكون لسه طرية كده، وتبدأي تجيبي عصاية السيلفي وتروحي حطاها في قلب في قلب العلبة كده، وتسيبيها في الشمس تنشف لحد ما بتبقى جامدة وقوية جدا اهي. ما يعني مش هتبوظ ولا تطلع ولا اي حاجة، جامدة قوي قوي. وكمان هتبقى حاجة عملتها في البيت بأقل تكلفة، وحاجة نفعتك قوي. زي ما انت عارفة انت محتاجة حامل في البيت للموبايل، يا اللي فاتحه قناه، او زي ما بنقول بتحط الموبايل تستخدميه في اي حاجه، يعني ايا كانت هي ايه. فكده احنا عملنا الحامل في البيت باقل سعر وبحاجات موجوده عندنا في البيت، وبقى عندنا حامل هيعيش معانا العمر كله. على ما تحب بقى تجيبي حامل اصلي او تشتري، او ظروفك تسمح زي ما قلنا. كانت فكره كده انا جربتها في البيت ونجحت بجد معايا، حبيت اقول لكم عليها. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، والى اللقاء في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.